أيوة، أنا بحترم المملكة وبحب شعبها وبقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة. أنا في بيتي بالرياض، واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي. أعلن الفنان أحمد سعد تلقيه منزل هدية من المملكة العربية السعودية، ونشر صور من المنزل عبر حسابه بموقع انستجرام، وقال: أيوة، الناس دي مشروع عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات. شكرا كمصري وشكرا كفنان. السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب، وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية، وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم، زي ما بيقول عندنا محمد عبده بيقولوا عندنا، وبينسوا جنسيته وبلده ولونه. لأن مع الفن بتصغر كل الحاجات والاختلافات، وبيكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده. ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي.